دشن الاتحاد العربي لكرة القدم الكأس الذهبية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 مساء أمس في تيرا مول بمحافظة الطائف، في حضور معيد الشهرية مدير البطولة وعبد الله الزيدي مدير فرع وزارة الرياضة أمام مختلف الجماهير الرياضية. وتعد هذه النسخة من الكأس جديدة بالكامل، صنعت خصيصا لهذه البطولة، وترمز هوية الكأس إلى الشماغ السعودي الذي يعد أحد مظاهر الزي الرسمي السعودي، ويعتلي الكأس مجسم لكرة قدم ذهبية، وفي الأسفل منه يبرز منحوتا شعار بطولات الأندية العربية أبطال العرب، في حين يبلغ وزن الكأس 6 كيلو و100 جرام، وارتفاعها 39.5 سنتيمتر، ومصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب الخالص من العيار 24. وتعتبر بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية واحدة من أكبر البطولات بجوائزها المالية الضخمة التي تقدر ب10 ملايين دولار، حيث سيحصل حامل اللقب على مبلغ 6 ملايين دولار، فيما سيحقق وصيفه جائزة تقدر ب2.5 مليون دولار، بالإضافة إلى المبالغ التي تحصل عليها الفرق التي بلغت دوري ربع ونصف النهائي، مما يعزز من أهمية البطولة لدى الفرق المشاركة. الجوائز المالية للبطولة العربية للأندية 2023، وتأتي قيمة جوائز الأربعة الكبار الذين تأهلوا إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية على النحو التالي: البطل 6 ملايين دولار، الوصيف 2.5 مليون دولار، نصف النهائي 200,000 دولار.